بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد أنا بعمله. النهارده بقى يوم عيد بجد، لما بنعمل الاكله دي بجد بيبقى يوم عيد. اقسم بالله اقسم بالله ان هو احسن من الفراخ واحسن من اللحمه واحسن من السمك. بجد اكتر اكله بنحبها وبنحبه الشتا جدا جدا انه بيجي، وبنعمل ممكن في الشهر العدس ده مرتين تلاتة. النهارده بقى جايه لكم هنعمل العدس الاصفر بطريقه حلوه جدا وطعمه بصوا خرافه. اول حاجه كده معانا العدس، جزر، بطاطس، توم، بصل وطماطم ومكعبين مرقه. انا كنت حاطه الميه هنا على النار كانت سخنه، ما بنزلش بالعدس والحاجات الخضار والميه ساقعه. تقدري كمان تحطي كوسه، الكوسه بيبقى حلوه فيها قوي، وبطاطسايه صغيره. نزلت بالخضار في الميه السخنه بمكعبين المرقه وهسيبهم بقى. وهنزل برضو بالعدس، العدس تغسليه كويس جدا زي الرز كده وتفركيه في ايدك كويس، لانه برضو بينزل ماده كده، لازم زي في ماده نشا كده برضو لازم تنزل زي الرز بالظبط. وسيبيه بقى على النار، ما تغطوهوش جامد عشان ما يفرش منك على البوتاجاز. المهم كمان بقى عملت ايه، بتنجان مملح كده قليته، وطماطم بقى كده بالشطه، يا لهوي كانت حلوه جدا. المهم انا بحب البتنجان اللي انا بقليه ده اللي هو المملح، بجيبه حجم تخين كده ويكون كبير. بفتح البتنجانية، إيه، بشقها كده، وكمان بفتح اللحمة من جوه. بيتقلى بقى بالطريقة دي، بعمل له دقة بقى فلفل أحمر كده وملح وثوم وشوية خل وليمونة كمان. أنا عصر على الدقة دي ليمونة، بطلعه بصفيه كويس، وبعد كده بسيبه يبدأ يبرد، وبعد كده بحشيه. حشيته بالخلطة دي اللي انا بقول لكم عليها. هبتدي بقى انا ارصه كده، وبعدين العين بتاكل قبل البق. يعني انت ما تلاقي الحاجة شكلها ورصها كده بشكل حلو بجد، الطبق ده اتنسف والله العظيم، فعلا اتنسف، مش متبقي منه وحدية. المهم هبتدي بقى ان احشيه كده، وهجيب كمان طماطمتين ناشفين، ما كترتش في الطماطم، هما طماطمتين كده بالعدد، انا اكلت واحدة واخويا اكل واحدة. آم، ماما ما بتحبش الطماطم اللي هي بتبقى مملحه كده، بس بتاكل بتنجان، بتحب بتنجان جدا. عملته بقى بالطريقه دي، شقيت الطماطم كده، وهبتدي ان انا بقى ايه احشيها. وكمان بقى حمرت شويه عيش، ولا بقى تقولي جيب عيش مقمر من الفرن ولا حاجه. نزلت كده بمعلقه سمنه في طاسه، ونزلت عليهم بفصين توم، واول ما التوم كده مش بقى يتحمر منك، لا يصفر بس منك كده وتشم ريحه التوم، قطعي العيش العادي بتاعنا البلدي بتاع الفرن، قصقصيه واعملي مكعبات. عايزه تعملي مكعبات، عايزه تعملي مثلثات، عايزه ما تعمليش الخطوه دي وتحطيه في الفرن عادي زي ما هو كده، هيطلع منك مقمر وناشف وحلو جدا. هحمر بس كده سيكه التوم، وهنزل بقى بالعيش هقصقصه ومعلقه السمنه. ويا سلام بقى لو عندك معلقه سمنه فلاحي، بتدي طعم للعيش، طعم تاني خالص كده، وبيبقى روعه روعه. هقصقصه بقى وهسيبه كده، هفضل احمره واحط عليه بقى في الاخر كده شويه ملح عشان العيش يكون مملح كده وطعمه. بص انا طول ما انا واقفه والله العظيم عماله اكل في العيش كانه شيبسي مقرمش، وطعمه والثوم اداله طعم كده مش قادره اقول لكم عامل ازاي. لو ما عندكيش سمنه ممكن زبده، ولو عندك زيت ممكن برضو رشه زيت، بيبقى حلو جدا. همسك بقى كده بعد بقى خلاص ما الجزر العدس استوى، وتاكدي ان الخضار منك استوى، ضربته كده صراحه انا الخلاط عندي بايظ، ضربته في الكبه. واهم حاجه تصفيه، لانه بيبقى فيه بقى بذر الطماطم القشر بتاعها، آه يعني في بيبقى كده ايه شويه كده ايه حاجات ناشفه كده، يتصفى. صفيته بقى وهروح بقى ايه احطه في الحله تاني، احط الحله على النار وانزل بيها بالعدس عليه، هسيبه بقى ياخد غلوه كده. في الوقت ده لما ياخد الغلوة دي هبتدي ان انا اللهم صل على النبي احمر المكرونة. انا ساعات مش هكدب عليكم، زمان كنا بناكله ممكن نحمر مكرونة عقل، اللي هي بيبقى حجمها صغير خالص دي، وممكن نعمله مكرونة سن عصفور. لكن انا المرة دي بقى انا بجد يعني بقالي كام مرة كده بحب اعمله بالمكرونة الشعرية، بتكون خفيفة وحلوة جدا. حمرتهم كده بشوية سمنة، واول ما يبقى لونهم كده ذهبي جولد نزلت بيهم على العدس. تفضلي بقى تقلبي، ما تسيبيش العدس كده المكرونة تغلي فيه، لا. هنا بقى معايا دقة، الدقة دي ايه اللي هي هرست الشطة وملح وتوم برضو مفروم.
نزلت بيهم كده على العدس وهو هيبتدي بقى يغلي، وزودته كمان شويه بقى ايه، هنا كنت بتاكد من الملح. والمعلقه اللي انا بحطها، اللي انا حطاها في البوله بتاعه هريسه الشطه، عشان في ساعات كده بيبقى كومنتات، يلا ربنا يهديهم. آه، المعلقه اللي انا حطاها في الشطه غير المعلقه اللي انا بدوق بيها. المهم هنا بقى بصوا العيش معايا هنا كده اتحمر كده وبقى اسمها ايه، مقمر كده. هنا بقى في الوقت ده انا كنت زي ما بقول لكم سايبه العدس على النار يغلي. نزلت بقى كده بمكعب سمنه كبير. السمنه دي دي سمنه عاديه، كان خلاص قربت تخلص، وهي كانت حته في العلبه. نزلت بقى بحته كده سمنه كمان فلاحي، بجد اديتها طعم، ودت الطعم بتاع العدس في طعم في حته تانية خالص. بصوا بقى المكرونه حمرت ونزلت بيها. لو انت قدامك وقت اطفي على العدس وسيبي المكرونه. وده بقى كان غدانا النهارده، نعمه وفضل من الله. بجد حلو قوي، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. ويا رب اشوفكم في فيديو، يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامه.